حسن، هيا لنغطيك جيدا. أوه جميل. خذ هذه. أوقفوا السارق، أوقفوه. هيا ارجع، أوقفوه، ارجع، قف أيها السارق، هيا أوتو أيها الشحات الصغير. مرحبا بعودتك، يبدو بخير. أعطني شيئا منه. انتظر لحظة الآن. ما الذي تفعله؟ خذ خذ. إنه رائع. وعلينا بالشجرة هناك. هذا العجوز لديه أفضل أنواع البطيخ. يجب علينا أن ندفع للرجل العجوز ثمن البطيخ. من أين ندفع له ونحن لا نملك أي نقود؟ ما الخبر يا علاء؟ ألا تريد شيئا منه؟ أنا لا أحبه كثيرا. يا لك من ولد غريب. إنه لا يحب البطيخ المسلوق. هيا أنا في خدمتك. ما هذا؟ أوه، ماء بارد، بارد وعذب، عذب يا ماء، بارد، بارد وعذب. أمي، أنا جائع يا أمي. انتظر قليلا يا بني، يجب أن أنهي هذا بسرعة وأبيعه للعطار لأحصل على بعض النقود. تحتاجين النقود لشراء الخبز؟ لقد نفد ما كان عندنا من نقود يا بني. أوه. لقد بعت كل شيء ولم يعد عندي ما يمكن بيعه. آمل أن تبحث عن عمل يا ولدي يساعدنا على شراء طعام. أعرف ذلك. لو كان والدك على قيد الحياة لعرف كيف يجعل منك بحارا ماهرا. ليس في اليد حيلة. لا فائدة من الكلام الآن يا أمي. كفاك لهوا يا علاء، كفاك. ابحث عن عمل يا بني. ولكنك تعلمين يا أمي أني لا أعرف أي مهنة. علاء الدين، تسلق وقف الثمر. حسن، ها أنا ذاهب. علاء الدين، هيا حاول أن تحصل على تلك العالية. أعرف ذلك. هيا. هيا ارمي لنا بعض الثمر. هيا يا علاء، هيا هيا. كلا. والآن سأقطف التين كله. خذ، هيا خذ أنت. خذ أنت على هيا اقتطف الدين الناضج معا. خذ أنت. يا
يا لك غبي. شكرا. هذه جيدة ولذيذة. أيها الصغار، ما الذي تفعلون؟ انتظر أيها الصبي الصغير، أريد التحدث إليك. تريد التحدث إلي أنا؟ أوه عفوا. تفضل. أنا آسف جدا للتأخير. انظر داخل المحفظة. نقود فضة. هل ستساعدني على إنجاز مشروعي؟ مشروع؟ ما هذا؟ مشروع سهل، أن تذهب معي إلى الصحراء لجلب بعض الأشياء. الذهاب إلى الصحراء؟ أنا لم أغادر المدينة من قبل، والناس يقولون إن الصحراء خطيرة جدا. إذا وعدت وساعدتني فسوف أعطيك هذه النقود الفضة. كل هذه النقود الفضة؟ من الجائز أن تكون الصحراء غير خطرة. حسن يا سيدي، سوف أساعدك في مشروعك بعد أن أعطي النقود لوالدتي. كلا، سنغادر في الحال. لا تخشى شيئا، فسوف ننتهي من العمل قريبا وتسلم أمك النقود مساء. يجب أن تجري أسرع من ذلك. ماذا قلت؟ انقضى الساعتان ونحن نجري من دون توقف. سوف نصل قريبا. هيا الآن عليك أن تجري أسرع. أرجوك دعني أسترح قليلا. أرجوك يا سيدي. عليك بالجري. ولكني لا أستطيع أن أجري. علاء الدين، ظننتك شجاعا ولكنك خيبت ظني فيك. أسرع يا علاء الدين. أوه، ما هذا؟ هاولا أخيرا عثرت عليه بعد هذا العناء الطويل. سأحقق ما كنت أحلم به طول حياتي. علاء الدين، أنت جدير بالرحلة القادمة. ما تفعل؟ أسرع واجلب للمبخرة. نعم يا سيدي، حاضر. نعم. والآن اربط الحصان في تلك الشجرة بشكل جيد. حسن يا سيدي. أين أنت يا هود؟ أنت احضر الساعة. احضر حالا. تعال يا علاء الدين، تعال. ما بك يا علاء الدين؟ الآن جاءت مهمتك يا علاء الدين. أخبرني أيها السيد، هل أنت ساحر؟ ليس على لسانك. كل ما هو مطلوب منك هو أن تدخل الكهف وتجلب لي من هناك مصباحا قديما. مصباحا؟ نعم، مصباح قديم، وهذا ما كنت أبحث عنه منذ 10 سنوات، فاكتشفت أنه موجود داخل هذا الكهف. إذن لماذا لا تدخل أنت وتجلبه بنفسك؟ لو كان هذا ممكنا لما طلبت منك ذلك. لا يحق
حق لأمثالي دخول هذا الكهف إذا أخذتك أنت لتخرج لي المصباح. إنه المدخل السري للكهف. يميرة كشميرة دميرة يرورة. ادخل يا علاء. ولكن يا سيدي أنا لا تضيع الوقت بتصرفك الأحمق. هيا ادخل. خذ هذا معك. ما هذا؟ إنه سيحميك من كل مكروه في طريقك إلى المصباح. هذا الخاتم الصغير. اذهب بأمان أيها الصغير. اذهب. ولكن حسنا سأذهب. اسمع، لا تتوقف لأي سبب مهما كان. ستجد المصباح في مكان فيه نور ساطع، سيكون الشيء الوحيد القديم والقدر. النجدة. ما هذا؟ إنكم من حجر، إنكم لن تخيفوني. ماذا؟ باب؟ يا لها من حديقة جميلة، كل هذه الفواكه تنمو في هذا الكهف، يا للروعة. ترى هل المصباح موجود داخل تلك البناية؟ يا له من ظلام دامس. ما هذا؟ لابد أن هذه هي المصابيح التي تكلم عليها. ترى أي المصابيح هو المقصود؟ ولكنه قال بأنه قديم ومتسخ. لابد أنه هو. أعتقد أنه المصباح الذي حدثني عنه، إنه حقا متسخ جدا. حسن، سأخذه. يا سلام، لا بأس. يجب أن أعود من فوري لأسرع. لا أعتقد بأني سآكل بعض الفواكه الطرية. ما هذا؟ إنها فواكه حجرية. يا لجمال منظرها. حسن، سآخذ بعضها لأمي. تأخر. لماذا تأخر هكذا؟ سوف تغيب الشمس عما قريب. ترى ما الذي يفعله هذا الشاب الغبي داخل الكهف الآن؟ أنا اخترت الصبي غير المناسب لهذه المهمة. سيدي، لقد عدت. حسن. الآن أعطي المصباح ليساعدك في الخروج. المصباح؟ أخرجني أولا من الكهف. لا، أولا ناولني المصباح ثم أساعدك على الخروج. لن أعطيك المصباح ما لم أخرج من هنا سالما. أنا لا يهمني خروجك أبدا. كل ما يهمني من العالم هو المصباح. إذا لن أعطيك المصباح أبدا. إذا لم تناولني المصباح أيها الغبي فسوف أدفنك حيا في هذا الكهف. كلا، ما لم تخرجني من هنا لن أعطيك المصباح أبدا. علاء الدين.
ميراش ميراش افتح. أرجوك افتح يا سيدي، أخرجني من هنا. هذا عقاب لك بسبب عدم طاعتك أوامري للمرة الأولى وبعد سنين طويلة. أكاد أحصل على المصباح لولا النجدة، أخرجوني من هنا. هذا العراف الشرير، لا بد من وجود سبيل آخر للخروج من هنا. الآن الباب. والآن لا يمكن فتحها أبدا. ما الذي سأفعله؟ ماذا؟ لقد ظلم المكان، لا أستطيع رؤية شيء. والآن ماذا سأفعل؟ ابتعد ابتعد. النجدة ابتعد، قلت ابتعد. النجدة. النجدة. ساعدوني. لبيك لبيك، خادمك بين يديك، اطلب وتمنى يا سيدي. النجدة. نعم يا سيدي، لقد سمعت وأنا بخدمتكم. أخبرني يا سيدي، هل هناك شيء آخر تتمناه؟ هل قلت يا سيدي لي أنا؟ طبعا أنت سيدي، فقد حررتني من الخاتم. اطلب وتمنى يا سيدي فأنا في خدمتك. أوه. حسن، إذن هل تستطيع إخراجي من هنا؟ ولم لا يا سيدي، أنا رهن إشارتك. أتستطيع حقا إخراجي؟ كل ما عليك يا سيدي هو أن تغلق عينيك. موافق. والآن يمكنك أن تفتح عينيك يا سيدي. لقد خرجت بسرعة. هي لا هي. ولكن أين هو؟ لقد اختفى. حسن، الآن علي أن أعود إلى المدينة، فلقد تأخرت كثيرا. لا 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 لا. هوبا هي هوب هي هلا. هيا هوبا تنتا ربي أدكم هاي. لا 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 لا. هي تعال إلى هنا. تعال.
أوه، كيف هذا؟ لماذا أنت هنا يا ثأر الصحراء؟ إنه لشيء رائع أن تكون على قيد الحياة. لو قدر لي ومت داخل الكهف لذهبت حياتي سدى ولم أحقق أي شيء يستحق الثناء في العالم. لقد عشت لحد الآن عيشة الحمقى. علي الآن أن أفكر بشيء جدي ومفيد لأمي ولي، نعم لي ولأمي. هيا يا علاء الدين، هيا. أمي، إنه أنا. افتح الباب يا أمي. ماما. أين كنت إلى هذه الساعة المتأخرة من الليل يا علاء؟ لقد كنت في الصحراء يا أمي. ماذا؟ في الصحراء؟ سأخبرك بالحكاية فيما بعد. الآن أنا ميت من الجوع. وبينما كنت واقفا أمام الكهف ظهر فجأة عملاق كبير. لقد فهمت وأصدق قصتك. ماما، أنا نعسان جدا. تصبحين على خير. هي، هل أردت أن تراني؟ علاء الدين، أنت لم تزر أحدا منا، فهل هناك سبب لذلك؟ كلا، ولكني سئمت التسكع في الشوارع كل يوم من دون عمل. ماذا؟ كلام جميل ومعقول. لقد ضجرت منا يا علاء الدين. هذه هي الحقيقة، أليس كذلك؟ حسنا، حقا لا أدري، ولكني أرغب في عمل شيء يمكن أن يكون مفيدا، وعندئذ يكون للحياة مغزى. شيء غريب أن تتكلم أنت بهذا الشكل. هل تقصد بأنك لا ترغب في صداقتنا بعد الآن؟ نعم. تعال يا علاء، أريد أن أعطيك الدرس. هيا أعطيه درس. والآن هيا. حالك سعيد. علاء الدين، أنت تعرف بأننا نود أن نكون أصدقاء لك، هل تفهم ذلك يا عزيزي؟ ها أنا ذا قد عدت يا أمي. الحمد لله. لا يوجد أحد. الخبر يا أمي، أخبريني، هل حدث شيء؟ علاء الدين، لقد أخبروني اليوم بأن أجري خفض إلى النصف، وأسعار المأكولات ترتفع كل يوم. لا أدري كيف سندبر أمرنا في الغد يا ولدي. لا تفكري بذلك يا أمي، سأبدأ العمل من نهار الغد. والآن لنتناول الطعام. ولكن لا أملك نقود. ولكني جائع يا أمي. ها هو ذا الحل يا أمي. بماذا ينفعنا هذا المصباح؟ لنبيعه. ها هو ذا يا أمي، ولكنه قذر جدا، يجب أن أنظفه جيدا. أياه. شب
لبيك لبيك، خادمك بين يديك. أمي. اطلب وتمنى يا سيدي، وخادمك لا يعصي لك أمرا. هل قلت سيدي؟ هل أنت جني المصباح؟ أريد أن آكل شيئا من أطيب الطعام وألذه. سمعا وطاعة يا سيدي. أنا في خدمتك دائما يا سيدي. يمكنك أن تأكل كل ما تشتهيه نفسك. هل عندك رغبة أخرى يا سيدي؟ كلا. حسن، سوف أتركك يا سيدي. أمي أمي، استيقظي استيقظي يا أمي. أمي. ها؟ علاء الدين، انظري يا أمي، كل أنواع الطعام. ها، إنه لشيء رائع. ها، كم نحن أغنياء اليوم. ها، طعام لذيذ. علاء، اهدأ يا بني، فالطعام أمامك ولن يهرب منك. أعرف ذلك يا أمي. وهذا لقد امتلأت معدتي بالطعام. صحيح. أوه، انظري يا أمي، هذا الصحن مصنوع من الذهب، وهذا الصحن أيضا جميعها من الذهب. رائع، إن خادم المصباح ذو نفس كريمة. يا علاء الدين، ماذا يا أمي؟ أنا لا أرغب في رؤية خادم المصباح المخيف مرة ثانية يا بني. كنت أموت من شدة الخوف عندما رأيته. أرجوك يا ولدي، ما دامت حياتك تسير بخير فلا تطلب المساعدة من هذا المخلوق ثانية. لقد فهمتك يا أمي. هاي، كم تريد مقابل هذه الأواني؟ أنت أعلم بثمنها. سأترك موضوع تحديد الأسعار لضميرك. سأدفع لك ثمنا جيدا. ما رأيك ب20 دينارا ذهبا؟ حسن، موافق. ماذا أسمع؟ فقدت الأميرة؟ ماذا سأفعل الآن؟ ابحثوا عنها، يجب أن تعثروا عليها حالا. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. ماذا حدث؟ نقودي. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. ما الذي يضحكك؟ ها؟ أنا آسفة، ولكن طريقتك بالعد كانت مضحكة، صدقني. من أنت؟ وكيف أتيت إلى هنا؟ أنا بدر البدور. بدر البدور؟ سيدتي بدر البدور.
سيدتي بدر البدور. يجب أن أختفي. ها؟ ماذا حدث؟ أميرتي بدر البدور. هل وجدتها؟ إن هذه الأميرة تثير المشاكل الكثيرة، لقد عكرت صف حياتي. أنت هل رأيت الأميرة بدر البدور؟ الأميرة؟ لم ترها؟ أوه، هيا واصلوا البحث عنها وبسرعة، هيا. الحمد لله. كنت تبوح بالسر. شكرا لك، شكرا جزيلا. هل نذهب الآن؟ هيا. والآن انظروا إلي جيدا، انظروا ماذا فعلت، انظروا انظروا إلى لعبة السيوف، انظروا جيدا. انظروا مرة أخرى، انظروا الآن إلى هذه اللعبة. انظروا إلى هذه السلة. لذيذ جدا. أوه. كيف أبدو؟ هل نذهب إلى هناك؟ حسنا. احترس. هيا يا بدر البدور، هيا. أخيرا وجدتك سيدتي. والآن دعينا نعد بسرعة لأن والدك المحترم قلق عليك. هيا يا أميرتي، يجب أن نسرع، أرجوك. هل نذهب يا مولاتي الأميرة؟ مع السلامة يا علاء الدين، أنت شخص رائع. مع السلامة يا عزيزي. مع السلامة. لقد أمضينا وقتا ممتعا حقا. نعم يا سيدي. ابتعد من هنا. ما الذي تفعله؟ رافقتك السلامة يا أميرتي. مع السلامة يا علاء الدين. علاء الدين، مع السلامة. زواج؟ ما هذا الذي تقوله؟ أنت تعرف أنه أمر غير ممكن أبدا. لماذا غير ممكن؟ ما رأيك لو استعنت بخادم المصباح؟ كن عاقلا يا بني وفكر بالأمر. هل تدري بأنك تطلب يد ابنة الملك؟ إن الأمر يخيفني. أما أنا فلا، سوف أتزوج الأميرة بدر البدور. سوف أريك كم أنت مجنون. سأذهب غدا إلى القصر. والله بحياة رأسي إن هذا لشيء جميل. والآن ما الذي تريدينه مني؟ نعم حقا أنا. تكلمي بسرعة وبوضوح تام. نعم، في الحقيقة ابني علاء الدين يريد أن يطلب يد ابنتك بدر البدور. ماذا قلت؟ تريدين أن تطلبي يد الأميرة إلى ولدك؟ أوه. هذا أغرب وأعجب طلب سمعته. حسن، سوف أمنح ابنك هذه الفرصة. ولكن يا مولاي، لقد قررت أيها الوزير، كل من يجلب مهرا عاليا يحصل على يد ابنة الأميرة. مولاي، لقد سبق وأعطيت موافقتك لولدي. سوف أقرر عندما أقارن بين مهر كل منهما، وهذا هو قراري. حرامي لقد سرق. لقد سرقت مجوهراتي. حرامي لقد سرق أحدهم ذهبي. كذلك حرامي.
لقد جلب ولدكم هدايا ثمينة. الصبي علاء الدين من أصل فقير، ولا أمل له بمنافسة ولدي. أيها الوزير، أقلت بأن اسمه علاء الدين؟ نعم قلت ذلك يا أميرتي، إنه صبي من عائلة فقيرة. هكذا إذن فهو علاء الدين نفسه. أوه، انظري إلى هذا، يا رائع. والدي دعني أرى. إنه علاء الدين، إنه هو. إنه علاء الدين. إنه علاء الدين الذي طلب يد الأميرة. أيها الوزير، أنت وولدك مقبوض عليكما بأمن من الملك بتهمة السرقة. ماذا؟ بالمناسبة يا بني، أين ستسكنون؟ لو يسمح مولاي الملك فإني أرغب بتشييد قصر قريب إليكم لتكون الأميرة قريبة منكم. يسرني ذلك جدا، ولكن بناء قصر ضخم يليق بابنة الأميرة وبكم لسوف يستغرق وقتا طويلا، أما الآن فستبقيان عندي. شكرا، ولكني قد عزمت على بناء قصر رائع وسيكون جاهزا في صباح الغد. ماذا؟ بناء قصر في ليلة واحدة؟ حقا ما تقول؟ نعم يا عزيزتي. إن الصهري متفائل جدا إذ يريد أن يبني قصرا في ليلة واحدة. أيها الخادم الأمين، أنا آمرك. سيدي ومولاي، أرجو أن تستيقظ، فلقد حدثت معجزة كبيرة. حقا معجزة. مولاي، أرجو منك أن تستيقظ يا مولاي. لماذا تزعجني في مثل هذا الوقت المبكر؟ أرجوكم يا سيدي أن تنظروا من خلال الشباك. ماذا أرى؟ غير معقول، يا له من قصر رائع وجميل. غير معقول أن يبنى في ليلة واحدة. يا للروعة. إنه مدهش يا علاء الدين. إنه بيتك يا أميرتي. ماذا تقول؟ علاء الدين ما زال حيا؟ افسحوا الطريق، افسحوا الطريق لمرور الأمير علاء الدين والأميرة بدر البدور. افسحوا الطريق. أغير مصابيح قديمة بمصابيح جديدة. أغير مصابيح قديمة بمصابيح جديدة. أغير مصابيح قديمة بمصابيح
يا له من تاجر غريب، فهو يذكرني بمصباح قديم لعلاء الدين. شكرا جزيلا. نعم جزيلا. المعذرة، هل تغير لي هذا المصباح بآخر جديد؟ طبعا أغيره. لحظة واحدة من فضلك. يا له من مصباح جميل أيها الرجل، شكرا جزيلا. لقد حصلت عليه. أخيرا أصبح مصباح العمر في عوزتي. خادم المصباح، أنا آمرك. لبيك خادمك بين يديك. اطلب واتمنى يا سيدي. اسمع، أريد منك أن ترفع قصر علاء الدين وتضعه في بلدتي. سمعا وطاعة. والأميرة اختفت أيضا. علاء الدين، أريد علاء الدين. أيها الأمير علاء الدين، الملك يريدك الآن. اختفت الأميرة والقصر. لا تدعي عدم المعرفة، أنت تعرف أين هي. قل الحقيقة وإلا قطعت رأسك حالا. لا يا مولاي، أرجوك أمهلني 3 أيام، سأعود بها بعد 3 أيام. هذا وعد؟ حسن، سوف أمنحك 3 أيام، ولكن إذا أخفقت في إعادة الأميرة فسوف أقتل أصدقائك ال4 الذين سيبقون رهائن عندي. لقد نفد كل شيء، الطعام، الماء، ومات الجمل. كيف يمكنني مواصلة الرحلة في هذه الصحراء المقفرة؟ يا إلهي. الخاتم، هذا صحيح، ما زلت أملك الخاتم. خادم الخاتم، آمرك بالمثول. أنا خادم الخاتم، اطلب ما تشاء يا سيدي. أرجوك أعد لي امرأتي وقصري. لا أستطيع أن أناقض إرادة خادم المصباح، ولكني أستطيع نقلك إلى الأميرة. سيدي تمسك جيدا كي لا تسقط، فقد هاجمنا عفريت الريح. أنت بخير؟ لا تتكلم أكثر. علاء الدين، أنا أفتقدك كثيرا. أميرتي، كيف تشعرين هذا اليوم؟ يسعدني أن أسمع منك اليوم بأنك ستتزوجينني. تذكري أن علاء الدين مات. ها؟ مات؟ يا للمسكين، لقد سقط من عالي الجو هو وخادم الخاتم فماتا كلاهما. أنت تكذب علي، علاء الدين لم يمت. كلا، إنها الحقيقة. لقد مات علاء الدين، وعليك أن تنسي وتفكري بنفسك وبالحياة. هل تقبلين بي زوجا لك؟ كلا. هكذا إذن. يا إلهي، لقد انكسر الخاتم.
يا فأر الصحراء، ما هذا؟ ها؟ أتسمعني؟ هي أيها الفأر، أتسمعني؟ يا إلهي، إن المسكين قد مات. أنت جعلتني أقلق. هل أنت غاضب يا هذا؟ ها؟ يا إلهي، يا النجدة، اتركني، دعني. اتركني، لا، دعني. لماذا أنت هكذا؟ علاء الدين؟ ماذا؟ علاء الدين؟ أمي، بدر البدور. علاء الدين، أنت على قيد الحياة عزيزتي. هذا أنت. أنا سعيدة. جئت إليك ثانية. يا علاء الدين. حسن، هكذا إذن هذا العراف الماكر يحمل المصباح معه أينما ذهب. نعم. لا بد من سبيل للحصول على المصباح. أعتقد أنني أنا أعرف كيف أحصل عليه. كيف؟ غير معقول أبدا أن تعجز كل قوة هذا المصباح العجيب ليقنع الأميرة بأن تحبني. صمتا! من القادم في مثل هذه الساعة؟ تشترون يا الأميرة. يا مرحبا يا مرحبا أيتها الأميرة، تفضلي بالدخول. شكرا. أرجوك أن تتفضلي بالدخول. يسرني كثيرا أن أحظى بزيارتك أيتها الأميرة بدر البدور. سيدتي، سوف تكتمل سعادتي لو قبلت أن تكوني امرأتي. ألهذا جئتني؟ نعم. هل غيرت رأيك؟ يا هل سعادتي، ما أسعدني. نعم، ولكن ماذا تريدين؟ اطلبي أي شيء. حسن، إذن أريد منك أن تريني ما قد أخفيته قبل قليل. يبدو اهتمامك به أكثر من اهتمامك بي. أترفض أن تريني إياه؟ أنا لا أرفض أن ترينه، لكن ماذا إذن؟ أنا أرغب في رؤيتك. كما تعلمين. إنك ترفض إذن، وهذا يعني أنك لا تحبني. انتظري، سأريك إياه. ستريني إياه حقا؟ هاوضة. بدر البدور، ما الذي فعلتي بي؟ علاء الدين، علاء الدين، لن أسامحك أبدا. أين أنت يا علاء الدين؟ علاء الدين. ما تنادي علاء الدين؟ لقد أخبرتك بأنه مات. تعال أيها المسعف الطائر. علاء الدين. أيتها الأميرة، بسرعة. ماذا؟ علاء الدين على قيد الحياة؟ أما زلت حيا أيها الشيطان؟ المكنسة السحرية. لقد انقلب رأسا على عقب. لن تهرب مني. المصباح السحري يا أميرتي، هيا.
خاطف سوف أوقفهم حالا، لن يهربوا مني أبدا. علاء الدين. هذه نهايتكما، من الأفضل أن تستسلما. ما هذا؟ تمسكي جيدا. ساعدني يا علاء الدين. سنسقط. حاولي أن تتسلقي. هيا. نعم. هيا 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 يا أميرتي، هيا. بسرعة. بسرعة يا علاء الدين. هيا بسرعة. انتظرا، قلت توقفا في الحال. هيا من هنا، بسرعة بسرعة. توقفا. سيس سيس. أيها العملاق الخبيث. لن تستطيع الخروج من هنا أبدا. أيها الفأر الغبي. بسرعة. يا علاء الدين ويا أيتها الأميرة، استسلما واعطياني المصباح السحري وإلا. علاء الدين، أين نحن؟ لا أعرف. علاء الدين. النجدة. علاء الدين ساعدني. النجدة. هيا بسرعة. المجرم، لن تهرب مني أبدا. الحبل يتقطع. اسرع يا علاء الدين. ما الذي تفعله أيها المشاكس؟ توقف ولا انقطع الحبل. هذا أمر غريب. أمر غريب. هيا سيغرق القصر في بحر الرمل. علينا أن نخرج بسرعة. هيا بسرعة. هيا.
الجميل، قصري الجميل يغرق، قصري. هيا يا علاء الدين. هيا. يا إلهي، لا أمل في ذلك، سننتهي حتما. ولكن يجب أن نفعل شيئا وإلا انتهينا يا علاء الدين. انظري الطير. الطائر يأتي نحونا. حسن، يجب أن نعلق بالطائر كي نخرج من هنا. هيا. حسن، رزي. يدي تنزلق. أميرتي. علاء الدين ساعدني. ساعدني يا علاء الدين. تمسكي جيدا. بسرعة لنهرب. الحمد لله. بدر البدور، الكل ينتظرنا، هيا بسرعة. هيا. ظلي ظلي يا بدر البدور، نفحة حب من بغداد، نبأ يصحو يصحو في عينيك، يلهو يلهو في ظل المساء، نبأ يصحو يصحو في عينيك، يلهو يلهو في ظل المساء. ظلي ظلي يا بدر البدور، نفحة حب من بغداد، ظلي ظلي يا بدر البدور، نفحة حب من بغداد. الخيال لا ينام، يسهر في حلم وضاح،